السلام عليكم الغزالات ديالي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. بقاكم هذا الفيديو بصحه جيده يا ربي. اكيد عارفين المضمون ديال الفيديو من العنوان ديالو. اليوم ما كاين لا فلوغ لا طياب لا حتى شي حاجه. اليوم غادي نشارك معكم التجربه ديالي، اكيد التجربه ديالي في رخصه السياقه الاسبانيه اللي هو البيرمي الاسباني. اللي بزاف ديال الناس كيخافوا منه، بزاف ديال الناس كيقولوا اللغه وكيفاش غادي يكون صعيب. كاين شي ناس الله يهديهم كيعطيو واحد الفكره غالطه للناس، لا راه صعيب وهادي وهادي وهادي. صافي يعني التجربه ديالك انت او انتي دازت فاشله، حتى انا ما غاديش نقدر ناخذو، او حتى انا ما غاديش نقدر نحقق واحد الهدف في حياتي. بطبيعه الحال لا، انا ضد هذه الفكره. داكشي علاش اليوم ان شاء الله غادي نقول لك يا لاله مولاتي نوضي تقعدي وعري لي على دوك الودينات واسمعيني مزيان شنو غادي نقول لك. شوفي، اول حاجه حتى شي حاجه مو مستحيله باذن الله سبحانه وتعالى. مجرد ان نقولوا بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله وحده ولا شريك له. ياك ها هو البنات، الحمد لله وفضل الله سبحانه وتعالى خديته، والكارطه ديالي حتى هي خرجت ليا، حتى هي خديتها بيرمي اسباني بي. يعني حتى شي حاجه ما مستحيله. تقدروا تاخذوا البيرمي ديالكم، تقدروا تسوقوا، تقدروا تقضيو الاشغال ديالكم، ما تبقاوش عوالين غير على الزوج ديالكم. كيف ما كنعرفوا دواير الزمان ما كنعرفوش اشنو يقدروا يجيبوا. حنا عايشين هنا ما عارفينش، بالاخص اللي ما كتكونش عنده هكا شي عائله اولا شي حاجه، اولا الزوج ديالك كتكون الخدمه ديالو ماشي قريبه، يعني عندك وليدات، عندك مسؤوليه. داك الزوج بحد ذاته لا قدر الله شي نهار وقعت شي حاجه، شكون يقدر يهزو؟ شكون يقدر يجري ويجاري بيه؟ شكون؟ واحد في وليداتك، راجلك خدام بعيد، وقعت شي حاجه، شكون غادي يجي يهزك؟ شكون؟ اكيد غتقول لي كاينه هذه وهذه وكاين طونسبور وهذه وهذه، ولكن ما كاينش بحال الطوموبيل ديالك، ما كاينش بحال انك تقضي الاغراض ديالك راسك براسك. بزاف ديال الحاجات المهم ضروري ضروري ضروري. ونزيدكم البنات بالنسبه للغه اللي هي بزاف ديال الناس كيف ما قلت لكم الله يهديهم كيبقاو يخوفوا الناس، لا وصعيب واللغه وهذه. نقول لكم واحد الحاجه، واخا تكوني كتعرفي اللغه، الامتحان ديال او القرايه ديال الاسئله لا علاقه لها باللغه الدارجه اللي حنا كنهضروا بها يوميا. لا علاقه لا علاقه لا علاقه نهائيا. يعني مجرد خاصك تزعمي وصافي، يعني تقولي ضروري خاصني ناخذ هذا البيرمي اللي داير ليا عقده في حياتي، ضروري خاصني ناخذه. غنقول لكم البنات صراحه الله، انا ما كنتش عواله نهائيا ندوزو، كنت كنقول ندوزو ولكن صعيب وما عنديش اللغه. على فكره راه ما عنديش انا اللغه، راه كلمه واحده كنفهمها وعشرة لا نهائيا والله العظيم. صافي بقيت واحد النهار في العشيه هكا، بقيت كنهضر مع راجلي، قلت ليه راه بغيت ندير واحد المغامره. قال لي ديالاش؟ قلت ليه بغيت نتحدى راسي وبغيت ندوز البيرمي. قال لي كنتي قلتي لي حتى نهبط للمغرب وندوزو وناخذو وصافي وبقى نجي نسوق به هنايا وصافي. قلت ليه لا، انا جالسه نعطيه وقت، ما عندي ما يدار، ما خدامه ما حتى شي حاجه، جالسه ما عندي ما يدار، عام عامين مهم نحفظ على خاطري وندوزو ما عنديش مشكل. قال لي واخا. فعلا حنا غير هضرنا، قال لي واخا صافي. نضنا نعسنا، الغد ليه مشى لخدمته. في العشيه جا، يعني بديتو في شهر 10، في العشيه جا دوج قضى المسائل ديالو. قال لي اري الاوراق ديالك. قلت لي علاش؟ قال لي غادي نمشي نسجلك. انا صراحه الله تصدمت، ما نقولش لكم، يعني قلت مجرد هضره، ولكن يقدر لا، ما نويتهاش. صافي مشى سجلني، عيط ليا، عطيتو الجيميل ديالي وكل شيء. تقدروا غير بالنمره ديال التليفون اولا الجيميل، انا فتحته بالجيميل باش كتاخدي داك الكود باش انك تحفظي دوك الاسئله. صافي في البلاصه كيف جاب ليا داك الجيميل والكونتراسينيا، دخلت البنات ومن تما بديت كنحفظ. من نفس النهار، نفس الليله، نفس الساعه، نفس الدقيقه، نفس الثانيه دخلت.
اول حاجه بديت بها بحكم انا عندي البيسي في الدار يعني الاورديناتور. جاتني ترجمه سهله، ماشي كل شي الاسئله كيترجموا صحاحين، ولكن نقول لكم واحد 80% راه كترجم صحيحه. فهمتوني؟ صافي يعني غير كنبرك على تراديكسيون كيترجم السؤال الاجوبه كلشي كيترجم. ولو ما يكونش عندي بيسي ويكون عندي غير تليفون غندير كوبي كولي وغادي نترجم وغادي نحفظ، لانني انا بغيت ندوز داك البيرمي، بغيت نتحدى نفسي. فهمتوني؟ بقيت البنات كنحفظ. على فكره من هنا كنشكر واحد جوج قنوات اللي كانوا ساعدوني بزاف، اللي هي القناه ديال رجاء والقناه ديال اراب تيست. صراحه الله كان ليهم فضل كبير. اول حاجه بديت بها يعني فاش كنت حيت في الاول فاش يلا كتبداو دوك الاسئله وداك الشيء راه ما كتعرفوش البنات منين تبداو، راه بزاف ديال الحوايج ما كنكونوش كنعرفوهم، بزاف ديال الحوايج يعني داك الشيء ديال العلامات والسرعه القصوى، فهمتيني، اللي كنكونوا كنعرفوهم، ولكن شي حوايج ما كنكونوش كنعرفوهم صراحه الله. صافي بقيت دخلت لدوك القنوات، بالاخص القناه ديال اراب تيست. يعني في الاول كنت كنتفرج في رجاء، من بعد في التعاليق لقيت ديك القناه كيشكروها بزاف ديال الناس، رغم انه يمكن راه حتى هو تيبيع هكا تيدير الكود للناس اللي باغيين هكا يحفظوا بالعربيه والاسبانيه. صافي انا تسجلت في مدرسه، يعني ما درتش كورسوس ليبري ولا شي حاجه، تسجلت في مدرسه السياقه مباشره. صافي بقيت كندخل كنتفرج في دوك الفيديوهات، داكشي مثلا تفرجت في هذا الفيديو اليوم، داكشي اللي درت كنعاودو يعني باش داكشي يدخل ليا لراسي مزيان. وتاني حاجه البنات ماشي غادي تبقاي تقراي مثلا ديك 30 سؤال يعني تيست واحد في النهار وتمشي. انا راه البنات كندوز حتى 10 ديال التيستات في النهار، كنقدر ندوزهم، ما عندي ما يدار، عطيه جميع وقتي عطيه ليه بداك البيرمي، بحكم كان غير ولدي اللي كيقرا، بنتي كانت جالسه معايا في الدار، ما عنديش مشكل كنوصل ولدي مع ديك الصبحيه كيكون العقل شويه باقي يعني مستريح، مهدئه، ما معصبه ما حتى شي حاجه، لا مع الوليدات لا مع الشقه لا مع حتى شي حاجه. كنرجع كنفطر كنجلس نحفظ، كنخلي الشقه ديال الدار حتى العشيه، حتى من بعد ما كنجيب ولدي من المدرسه كنجلس كنقرا حتى كندير كيف ما قلت لكم على الاقل ما بين 7 حتى 10 ديال لي تيست في النهار، باش بالزربه تكملوا دوك الاسئله اللي كيعطيوكم وتعاودوا من ازيرو، وكتبقاو عاقلين عليهم بالزربه ويوميا. صراحه انا كنت عطلت واحد شويه بحكم انه كان الاب ديالي مريض، وكنت كنبقى مشطونه، كنبقى شاده التليفون كنبقى نهضر معاهم ونسول وبزاف ديال الحاجات، كان يعني مريض بزاف. وفي هذيك الفتره نيت كان توفى، صراحه الله توفى مع الامتحان ديال البيرمي ديالي، فاش كان توفى الاب ديالي الله يرحمه. ما حسيتش بديك الفرحه ديال التيوريكو، ما حسيتش بها، ما فرحتش بها، ولكن الحمد لله على كل حال، الحمد لله. كيف ما قلت لكم البنات يعني تعطلت فيه، كنت بقيت من شهر 10 حتى لشهر 1 عاد باش دوزت الامتحان. لو كان ما كانوش عندي دوك المشاكل وداك سميتو كنت غادي ندوزو حتى قبل، ما كانش يكون عندي مشكل. ولكن الحمد لله كيف ما قلت لكم يعني بفضل فتره ديال 3 شهور قدرت نحفظ، وقدرت البنات ندوز التيوريكو ديالي، ودوزتو كتابي ماشي في الشاشه او اورديناتور او لا ما عرفتش واش كيدوزوه، دوزتو في هكا في ورقه، وكنت مضيومه في داك النهار. كيف ما قلت لكم كان الاب ديالي توفى، كنت مضيومه، غير كان يعني كنت خديت السيطه ديالي وخديت المسائل ديالي، صافي قلت انا جالسه هنايا، الحدود كانت مغلوقه ديك الساعه وكل شيء، غادي نبقى جالسه غير ما غاديش نرجعوا ما حتى شي حاجه، اللهم نمشي ندوز الامتحان ديالي. وفي ديك الفتره الاخرى كاع ما كنتش كنحفظ نهائيا، قلت المهم ليها غادي نمشي، والحمد لله مشيت دوزت، رجعت قال لي راجلي اشنو، قلت ليه ما عرفتش، كيقول لي اش من اسئله حطوا لكم هذيك، لي الصراحه ما نكذبش عليك والله ما عقلت على حتى شي سؤال. صافي بقينا كنتسناو حتى العشيه. ما بغيتش ندخل للسيت، قلت خلي حتى يتصلوا بيا هما يقولوا لي اشنو،
اشنو واقع. ما بغيتش ندخل، كان عندي واحد التخوف، واحد سميتو ما نكذبش عليك، بالاخص ملي خرجت من الامتحان سولاتني البنت اللي كانت مشات معايا يعني من المدرسه، اللي كانوا خداونا يعني جروب، كانوا هما اللي كيديونا. سولاتني قلت لها ما عرفتش. قالت لي شنو درتي؟ قلت لها ما عرفتش. قالت لي بحكم ما عندكش اللغه وما كتعرفيش وداكشي. قلت لها يمكن. صافي رجعت في حالي. العشيه اتصلت براجلي قالت لي راه مرتك راه نجحات وراه عندها ثيرو فايوس، يعني ما عندها حتى شي غلط. صراحه الله فرحت بزاف. ما كتصورش الفرحه ديالي. كنقول كيف ما كنقول دائما، الله ما يسد بيبان حتى ما كيسد باب حتى كيفتح لك بيبان. الحمد لله والشكر لله. صافي البنات. وكان قالها لي صراحه راجلي من قبل ما نسجل، قال لي مريم واخا ما عندكش اللغه انت ذكيه وغادي تنجحي في الكتابي، ولكن ديال السوقان يعني البراكتيكاس ما نعرف ما نضمنكش. وفعلا داكشي اللي كان. كنت ما تعطلتش بزاف حتى تسجلت في البراكتيكاس. درت 20 براكتيكا وخديت رونديفو باش انني دوزت صراحه المره الاولى. كلشي دوزتو مزيان. جيت حتى للستوب، صراحه كانت واحد ستوب شويه معنكشه، جات واحد البلاصه شويه مدرقه، يعني ماشي كيبان لك اشنو جاي مثلا في المرايه، اولا غير دوري بحال ما هكايا يبان لك شكون جاي. الا كان كيخصك يعني بحال تجيبي الدوره كامله، يعني الدوري. المهم كانت واحد ستوب معنكشه شي شويه، ما رديتش البال، يعني حبست درت المسائل ديالي ما رديتش البال حتى كان جايه واحد الفارغونيطه. ديك الساعه فاش انا قلعت فرانه ديال الاستاذ صافي وخسرت. هادشي اللي كان وقع ليا. المره الثانيه لحقاش انا سقطت 2 مرات، حتى المره الثالثه عاد باش خديته. المره الاخرى صراحه الله ما فهمتش ديك السقطه اللي سقطت انا براسي ما فهمتهاش فعلا. كان واحد النهار اللي فيه واحد الشتا مجهده والبرد، لحقاش كنت البنات سجلت في شهر 2 وكنت دوزت في شهر 3 ودوزت امتحان مور امتحان، يعني بيناتهم غير 12 يوم، يعني بحال دوزتهم بجوج في شهر 3 تقريبا، بجوج في شهر 3. كان واحد الشتا وواحد البرد واحد سميتو في هذاك النهار. وكنت انا اول وحده غاديه ندوز مع 8 ديال الصباح. راكم عارفين ديك الشتا ديال الصباح كتكون ماجده تبارك الله ما نعاودش لكم. صافي مع ديك الخلعه وداك ستريس وما بغيتش نعاود نسقط، بقيت كنقفقف لدرجه انني حتى ديك الكاخه ديال الفيتيس ما بقيتش كنعرف اشنو كندير، واش البروميير واش الدوزيام واش الكاتريام. ما بقيتش كنعرف اشنو كندير البنات، اقسم بالله. يعني واحد التلفه ما نعاودش لكم. وعلى حسب ما قال لي الاستاذ اللي كان سقطني هو لوطوروت، ما كنتش دخلت بواحد السرعه اللي هي كافيه، ما دخلتش بها. والرون بوين كان عليا ندير ريدوندا بالدوزيام، انا دوزتها بالطروازيام. هادشي هو اللي خلى الاكزامينادور يسقطني، ماشي شي حاجه زعما لي واو، يعني ما دخلش واحد السرعه كافيه لوطوروت ودوزت سميتها بالطروازيام، ماشي شي حاجه اللي ما نعرف شنو. مي قدر الله ما شاء فعل، الحمد لله. المره الثالثه كنت قلت لراجلي ما ندوش دابا في البرد، خليني. وبطبيعه الحال البنات راه ماشي دوزت ديك 20 وكنت كنحبس، ما كنتش كنمشي نسوق حتى كنمشي ندوز سميتو. راه كنت كندير براكتيكات اخرين، يعني في المجموع انايا راه كنت درت شي 52 براكتيكا اللي كنت درت، لا يا ربي 48 باش براكتيكا اللي كنت درت، حصه يعني اللي كنت درت. بحكم انني ما سقطتش في التيوريكي وكان عندي الحق في 2 ديال المرات، ولكن المره الثالثه كنت خلصت 200 ديال الاورو. يعني اصلا البيرمي كامل انا طلع ليا بشي 2200 اورو باش كان طلع ليا. ماشي مشكل يعني الفلوس، المهم هو انني خديته. هادشي انا هو الاهم حاجه بالنسبه ليا، المهم هو انني خديته. اما الفلوس راه شحال من حاجه كنضيعوها غير في الخوا الخاوي. صافي البنات كيف ما قلت لكم جلست حتى لشهر 6
كنت درت 20 حصه قبل ما ندوز، درت 20 حصه واحده اخرى او لا ما عرفتش شي 20 حصه ولا ما عرفت 15. المهم درت حصص اخرين يعني مزيان، دربت مزيان. تحيد مني داك ستريس اللي كان فيا من دوك 2 مرات اللي كنت خسرت فيهم. كان الجو زوين رغم انه في شهر 6 راه كيبداو يخرجوا صحاب الماطر صحاب البيكالات، الناس كيكونوا كيخرجوا بزاف، ولكن داكشي كامل ما صافي ما ضربتليش الحساب نهائيا. كان عندي تخوف من حاجه وحده، من البياطونيس يعني من الراجلين، الناس كنت خايفه، ولكن الحمد لله ما وقع والو. صافي مشيت البنات وكلت على الله سبحانه وتعالى ودوزت ونجحت الحمد لله. ما نكذبش عليكم في هذيك اللحظه فاش هبط الاكزامينادور وتبعوا الاستاذ وقال ليه اشنو، قال ليه راه يعني كنا في الصيف كنا كنمشيو جوج في الطوموبيل ماشي في وقت البرد، كنا كل واحد كيدوز بوحدو. قال ليه راه نجحوا بجوج دوك الوليدات. عرفتي البنات ركعت عرفتي امام الناس كاملين وفي الشانطي وفي كل شيء، اقسم بالله الا ركعت، لانه كنت قلت اخر فرصه غادي نعطيها لراسي. وكنت باغا نمشي للمغرب وقلت غادي نمشي غادي ندوز ديك العطله وداك الشيء ما فيا ما يرجع ويبدا من ازيرو. ما بغيتش وربي سبحانه وتعالى ما خيبنيش والحمد لله. نجحت. خديت ديك الوريقه اللي كتقدري تسوقي بها ديك 3 شهور. صافي مشيت بحالي للمغرب. حاليا دابا البنات باقي ما خديتش شي طوموبيل باش نبقى هكا نتعلم فيها ونطلق فيها رجلي، مي كناخذ هكا مره الطوموبيلات ديال لوسي وراجلي وداكشي، كنبقى مره كندوز بهم ان شاء الله. البنات العقوبه لكم كاملين، كنقول لكم غير زعموا راه حتى شي حاجه مستحيله. ما كاينش العائق ديال اللغه، ما كاينش العائق. غنقول لكم حاجه وحده، حيدوا منكم الخوف، لان انا الخوف والستريس هو اللي خرج عليا، هو اللي خلاني درت البراكتيكاس بزاف، لانني واحد الانسانه اللي خوافه بزاف. الا شفت شي واحد جاي كنولي كلي كنقفقف، الا شي واحد بغى يقطع الشانطي كنولي كلي كنقفقف، كنولي المهم حالتي حاله. الا غير الاستاذ مثلا قال لي عندك كصافي كنطلق البوله. ما نكذبش عليكم كان في واحد الخوف بزاف. حيدوا منكم الخوف وتوكلوا على الله سبحانه وتعالى. واكيد انا كنبصب لكم 7/10 انكم غادي تاخذوها البنات. وكنتمنى نكون فدتكم ولو شي شويه ويعجبكم هذا الفيديو، ونكون حمستكم واحد شويه. واللي عندها شي بيرمي تنوض تهز طوموبيل وتزعم، راه البيرمي البنات راه ماشي انك تاخديه وتخزنيه، والخوف باش انك تحديه راه السوقان كل نهار باش غادي تقدري تحداي داك الخوف وتحداي كلشي. انا اللي كنهضر معاك حاليا باقي فيا شويه ديال الخوف، باقي ما كنزعمش على بزاف ديال الحاجات، وانما جربت وعاود جربت انه السوقان راه غير الدوام. الا داومتي عليه راكي غتولي مزيان، غتولي بزاف ديال الحوايج غتعرفيهم. ما داومتيش عليه غيبقى فيك داك الخوف ديما وما عمره ما غادي يتحيد. وهنا البنات غادي نقول لكم باي عليكم. ان شاء الله ربي سبحانه وتعالى يسر لكم وليا والمسلمين اجمعين، ونتلاقاو في فيديو جديد وصفات جداد ان شاء الله يا ربي. مع السلامه.